الفرخة عشان تتشوي معاك بنفس طريقة المطاعم المفتخرة بيكون ليها طريقة معينة في التقطيع والتجهيز، واللي غالبا كتير مننا بيعملها غلط، وانا واحد منكم بل انا اولكم. وده اللي هنتعلمه سوا واحنا بنشيل الفرخة عشان نجهزها للتنظيف السريع اولا. والتنظيف هنا هي اننا نشيل اطراف اجنحة الفرخة، الطرف الاخير بالتحديد اللي بيكون متجمع فيه اكبر كمية من الزفر في الفراخ، ودي اول حاجة معانا لازم ننتبه لها. تاني حاجة لا مؤاخذة العصعوص بتاع الفرخة، وهي الطرف الاخير واللي ملهوش اي لازمه برضو يتشال. وبالنسبه لاي دهون على الرقبه لو موجوده يفضل برضو اننا نشيلها، مش عايزينها تكون بتتشوي وهي مدلدله منها دهون محروقه كتير، وده اول خطأ كنا بنقع فيه وما بنعملوش. بعدها هنفتح الفرخه لنصين من اتجاه العظم عشان نشيل عمودها الفقري. شقيت معانا كتير وجه وقت نريح، من الجنبين يواش يواش بالسكينه لحد اما ترفعها كلها وتشيل اي زيادات واطراف للدهون من كل الاتجاهات، لانها كلها ملهاش اي لازمه. وانا هنا مش بشيل الجلد، انا بشيل اطراف دهون مش اكتر.